طبعا النهارده انطلاقا من توجيهات سيادة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعم للرياضة المصرية وداعم للمعاقين والبارالمبي، وفي طبعا الاتجاهات دلوقتي ان احنا نقدر ندعم هذه الفئة، فئة موجودة في المجتمع، فئة ان احنا نقدر تبقى بدل ما هي تبقى موجودة معانا كده ان احنا بنساعد هذه الفئة، ولكن هذه الفئة هي المصدر الأساسي لقوة الجمهورية الحديثة. النهاردة ان احنا يمكن موجودين في هذا المؤتمر لأكثر من اتجاه. في اتجاه لجامعة الطفل مع الجامعة الفرنسية. هذه الجامعة الفرنسية اللي موجودة في داخل جمهورية مصر العربية داعمة لذوي الهمم وذوي الهمم. النهاردة يمكن أول افتتاح بروتوكول لجامعة الطفل. هذه الجامعة الهدف الرئيسي منها هي الرعاية الصحية والطبية والرياضية والقدرات لذوي الهمم، وده طبعا يعني يمكن أول مشروع النهاردة بنتكلم فيه. يعني الجزء الآخر كمان نقابة المهن الرياضية النهاردة عاملة هذا المؤتمر لإقامة المعهد العالي لتكنولوجيا علوم الرياضة، وهو يقدر يخدم جميع فئات الرياضيين، إذا كانوا مدربين، إذا كانوا إداريين، إذا كانوا محللين أداء. إن احنا النهاردة بهذه الكيفية إن احنا نعمل هذا المعهد، مش إن احنا بنعمل كلية لخريجي تربية رياضية أو كلية تربية رياضية، ولكن هذا المعهد في أفضل أجهزة للذكاء الاصطناعي، إن احنا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وإن احنا نقدر نخدم القطاع البطولة وقطاع الممارسة على مستوى الجمهورية. كمان في حكم كمان بناء ان انا استاذ اصابات رياضية وتأهيل، ان احنا عندنا كثير من الاصابات اللي بتقابل المجتمع المصري والمجال الرياضي، اذا كان كرة قدم او سباحة او باسكت او سلة او رياضات المنازلات. فالنهاردة بدأنا برضو يعني نقابة المهن الرياضية بدأت تعمل محتوى جديد من مقررات الدورات اللي هي الدورات التدريبية للمدربين، ان احنا نبدأ نحط فيها جانب جزء بقى التطبيق للتشريح الرياضي والمفاصل والعضلات، وان احنا نقدر نوظف هذه الجزئية في برامج اعداد المدربين. بدأنا كمان نشتغل على الجزء الجديد اللي هو الإصابات الرياضية وكيفية تجنب حدوث هذه الإصابات بناء على انتقاء الناشئين، وليس انتقاء الناشئين من خلال القياسات المورفولوجية، ولكن انتقاء الناشئين عن طريق الجزء اللي هو الجيني، ان احنا ازاي ناخد لاعب ما يتصابش، او ان احنا قدر الامكان ان معدلات الاصابة تحدث يبقى تكاد ان تكون هناك لا يكون هناك معدلات للاصابة. احنا عندنا ممكن يبقى 2 لعيبة، ولد او لعيب يبدأ يقع يتصاب، يحصل له اصابة في الرباط الصليبي، ولاعب اخر ما يتصابش في الرباط الصليبي. فبدأنا نشتغل على الجزء بتاع الجينات او انتقاء الناشئين بالنسبة لهذه الجزئية. حريصين كمان على الجزء اللي هو جزء تغذية الرياضيين، ازاي ان احنا نصل بالمدرب المصري الى افضل مستوياته عن طريق الاعداد التدريبي والاعداد الخططي، ثم الاعداد الصحي عن طريق المنظومة الصحية، اذا كان تشريحيا وفسيولوجيا وتغذية واصابات. وده ان شاء الله بدأنا نعمل تحديث للمقررات الرياضية اللي موجودة في نقابة المهن الرياضية. وده يعني النهاردة يمكن بعيد عن المؤتمر شوية، ولكن أنا حريص على الرياضة المصرية والإصابات الرياضية بحكم أن أنا أستاذ إصابات رياضية. النهارده طبعا موجودين في المؤتمر الأول لتدشين الاستدامة للرياضة. طبعا عندنا مشروعات كثيرة جدا في هذا المؤتمر، نتاج طبعا فريق عمل في داخل النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة طبعا الأستاذ الدكتور فتحي الندى. الحقيقة طبعا من ضمن المشروعات ديت اللي احنا اشتغلنا عليها خلال الفترة السابقة اللي هو المشروع الخاص بوضع المعايير الدولية الخاصة باختبارات قدرات بالنسبة لكليات التربية الرياضية، وهذا المشروع طبعا تم من خلال جمع المادة العلمية من نتائج القدرات بالنسبة لكليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.
اكثر من 28 كليه، وطبعا كل البيانات دي تم جمعها وتم عمل الجانب الاحصائي بالنسبه لها وتم الخروج بنتائج تم النهارده عرضها على الساده الموجودين في هذا المؤتمر. ثم ايضا برضو تم التطرق الى جامعه الطفل لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا هذه الجامعه تعتبر هي الاولى من نوعها في مصر وفي الوطن العربي. طبعا في جامعات خاصه بالطفل ولكن مش لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا ده شراكه ما بين النقابه العامه للمهن الرياضيه والجامعه حصري للجامعه الفرنسيه. ايضا برضو من ضمن المشروعات اللي احنا اشتغلنا عليها طبعا وعرضناها النهارده في هذا المؤتمر هو تجديد المحتوى العلمي بالنسبه للدورات الاساسيه اللي بتعملها النقابه. وطبعا تم تجديد في ضوء خبراء كليات التربيه الرياضيه على مستوى الجمهوريه، وحطوا محتوى علمي يواكب الاحداث الرياضيه اللي موجوده ويواكب التطور العلمي اللي موجود في الرياضه. ايضا برضو عندنا من ضمن المشروعات اللي احنا النهارده اتكلمنا عليها اللي هي خاصه بكليه تكنولوجيا الرياضه طبعا، ودي كليه طبعا فريده من نوعها، وهذه الكليه هتكون حقيقه نقله نوعيه في جمهوريه مصر العربيه، وهتنقل الحقيقه الرياضه الى اتجاهات تفوق كبيره جدا. كل الحقيقه ده بيتم طبعا بالشراكه مع وزاره الشباب والرياضه وشراكات متعدده بالنسبه للجامعه من الشركات. طبعا كل الكلام ده كله اللي احنا بنتكلم عليه بنتكلم على ان احنا الرياضه دلوقتي اصبحت امن قومي، وبالتالي احنا كنقابه المهن الرياضيه بنشتغل في اكثر من اتجاه، سواء بالنسبه لاعضاء النقابه على مستوى الجمهوريه اللي احنا بنوفر لهم كل سبل الراحه والتدعيم في مختلف النواحي، سواء بالنسبه خاصه للمعاشات او بالنسبه للجزء العلاجي او بالنسبه للجانب العلمي اللي حاولين ان هم ينضموا لنقابه المهن الرياضيه. النهارده المؤتمر معمول النهارده لنقابه المهن الرياضيه لتدشين الاكاديميه البارالمبيه المصريه، ودي اول اكاديميه تتعمل في يعني في تاريخ الرياضات البارالمبيه، ودي طبعا نقله كبيره جدا، نقله نوعيه كبيره جدا في المجال البارالمبي، لانها بتؤدي لتاهيل كوادر في المجال البارالمبي سواء في مجال التدريب او التصنيف او الاداره، ودي طبعا بنعتبرها نقله نوعيه كبيره جدا بالنسبه للمجال البارالمبي، وخصوصا بعد تدشين المحتوى. فالمحتوى موجود، الدراسات هتبتدي فورا، ده معناها انه هيبقى فيه ان شاء الله كوادر في هذا المجال في المستقبل القريب. الحاجه الثانيه احنا شغالين على ان احنا نعمل المحتوى متاح لكل الاعاقات المختلفه، للمكفوفين وضعاف البصر عن طريق الكتابه ببرايل، او عن طريق للصم عن طريق الوسائل السمعيه. فكل شويه بنطور من نفسنا، ومع طبعا مع نقابه المهن الرياضيه مع الدكتور فتحي ندى، موضوع ان شاء الله لا يعني كان حلم، واحنا الحمد لله اتحقق بالتعاون المشترك ما بين النقابه واللجنه، وان شاء الله يعني نشوف طفره كبيره جدا في المجال البارالمبي في المستقبل ان شاء الله. أنا متواجد النهاردة في المؤتمر، كنت بعرض ما يخص جامعة الطفل. المؤتمر النهاردة تدشين برنامج الاستدامة الأول للمهن الرياضية. طبعا الأستاذ الدكتور فتحي ندى النقيب العام للرياضيين بيحرص دايما على أن يبقى في فعاليات مستمرة. الحدث النهاردة قوي في مكان عريق زي قصر عابدين، احنا بنفتخر بالمكان ده قدام الضيوف الأجانب والمصريين. على رأس الحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وموجود الجامعة السفارة الفرنسية حاضرة، رئيس وأعضاء وكيان كامل. اللجنة البارالمبية مجلس إدارة ورئيسها الأستاذ الدكتور حسام الدين مصطفى، الأولمبياد الخاص والمدير الوطني له في مصر الدكتور باسم تهامي، حضور على أعلى مستوى رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية ومعضاء كليات التربية الرياضية. في مجموعة من الإيفنتات النهاردة تم تدشينها. جامعة الطفل وهي أول مرة الأطفال من سن 9 ل 15 سنة
للاطفال المعاقين، وبيجي بعدها كليه علوم تكنولوجيا الرياضه بالتعاون مع الجامعه الفرنسيه، ثم تدشين البرنامج الاول للاكاديميه البارالمبيه للمدربين البارالمبيين، وكذلك في تطوير المحتوى العلمي للدورات الاساسيه في نقابه المهن الرياضيه. وكان في برضه من ضمن الفقرات هو تدشين مسمى وظيفي جديد هو الخاص بالسياحه الرياضيه، لان بقى في مصر دلوقتي خريجين تربيه رياضيه متخصصين في السياحه الرياضيه زي كليه التربيه الرياضيه جامعه الفيوم، فكان بيتعمل بطاقه توصيف مهني لهذه الوظيفه الجديده علشان يلاقوا فرص عمل، لان زي ما حضراتكم عارفين ان كل وظيفه رياضيه تحتاج كارنيه مزاوله مهنه. وكمان الحدث كان في حدثين اخرين، وهو الاعلان عن قناة مصر الرياضية التابعة لنقابة المهن الرياضية، وكذلك الإعلان عن جواز سفر النقابة. وإذا قلنا أن هو شبيه بجواز السفر المصري مثلا، هو عبارة عن جواز للفعاليات هيقدر من خلاله العضو النقابي أنه ياخد الطوابع دي بنقاط، طابع 10 نقاط 15 نقطة 20 نقطة، يقدر ياخد ملصقات كل نشاط يعمله، وفي النهاية في نهاية السنة هيتم استبدال النقاط دي وفقا للائحة للنقاط بمبالغ مالية. المؤتمر باختصار هو نظرة خارج الصندوق للنقابة العامة للمهن الرياضية على كافة المستويات والأصعدة للأسوياء وذوي الهمم بعد تبني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة بإنشاء جامعة للطفل بالشراكة مع الجامعة ونقابة العامة للمهن الرياضية. فكر سباق لمعالي النقيب النائب فتحي ندى بمساندة من الدولة بمطلق التصرف لثقته ورؤيته الخلابة فعلا. في كل مرة بنشتغل مع دكتور فتحي ندى بنكتشف فكر خارج الصندوق فعلا، وبيشرفنا ان احنا نشتغل معاه سواء في كافة المؤتمرات اللي شاركنا فيها قبل كده، مؤتمر التوظيف اللي شاركنا فيه في العين السخنة، ومؤتمر فندق في الإسماعيلية. في كل مرة بيكون داعم فكري على كافة المستويات، بيسمعنا ونسمعه ونتعلم منه، وبيفاجئنا في كل مرة بدعامات وشراكات دولية وعربية وأجنبية. كل الشكر موصول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي النقيب وفتحي ندى ومعالي وزير الشباب والرياضة، وشكرا. المؤتمر ده الأول في البداية بنشكركم على تواجدكم معانا وتغطية الحدث المهم لنقابة المهن الرياضية. احنا طبعا النهارده الحدث بيتكون من 7 ايفنتات موجودين، بنقدر ان احنا بنعلن عنهم. بنعلن عن النقابة انشاء قناة ان شاء الله تبقى صوت الرياضيين، وكمان في مشروع قومي اللي احنا من خلال اختبارات القدرات اللي بتقدم لكليات التربية الرياضية اول مرة عملنا مشروع قومي. هنقدر نعمل احصاء من خلال الطلبة اللي تقدموا ونقدم دراسة تفيد الوسط الرياضي وتفيد ولادنا وشبابنا كلهم في الدراسه اللي هتطلع. طبعا اعلنا عن موضوع كتير جدا، مشروعات كتيره جدا زي انشاء جامعه الطفل اول مره هتبقى الاولى في العالم كله برعايه طبعا الدكتور فهد والنقابه معاها، وطبعا انشاء كليه تكنولوجيا الرياضه اول مره هتعمل برضو. يعني احداث كبيره جدا جدا النهارده بنعلن عن تدشينها ووجودكم ان شاء الله، ونسمع عنها الخير الفتره الجايه ان شاء الله. هو طبعا النقابه العامه للمهن الرياضيه الهدف بتاعها انها مسؤوله عن جميع الرياضيين في مصر. يعني النقابه من ضمن النقابات مش خاصه بخريج تربيه رياضيه زي ما كتير فاهمين، لا، انا عندنا في النقابه اعضاء مهندسين، لواءات، اطباء، كل من يشتغل في المجال الرياضي لازم يحصل على دوره عدد معين من الساعات، بناء عليه بيطلع له كارنيه النقابه ان هو يقدر يبقى مشارك واساسي معانا في نقابه المهن الرياضيه. طبعا بنقدم وبنستقبل اي مقترحات، اي شكاوى، اي فكره ابداعيه بنقدر ننفذها مع دكتور فتحي ندى النقيب العام للمهن الرياضيه، واعضاء مجلس الاداره كلهم محترمين، بشرف ان انا بشتغل معاهم او موجود معاهم. طبعا كل فتره بتلاقي النقابه بتطلع بحدث يفيد الرياضيين ويفيد المجال الرياضي. يعني احنا عملنا مؤتمرات
كبيره جدا، وكان اخرها مؤتمرات في الاسماعيليه وكل محافظات مصر. واحنا ميزه ان النقابه عندنا لها افرع، نقابات فرعيه في كل المحافظات مغطيه كل الافراد. بنعمل دورات اساسيه، بنعمل دورات في كل المجالات، تقدر تساعد الرياضي اداري سواء مدرب او اداري او تخصصي. طبعا كان الهدف ده في المؤتمر اللي احنا بنعمله وبنعلن عن تدشينه النهارده، كان موضوعات كتيره متعلقه، يعني بنشترك مع قطاع التربيه الرياضيه، بنشترك مع الساده العمداء كليه التربيه الرياضيه كلهم، بنشترك مع الساده الوزراء وزاره الشباب والرياضه، نشترك مع الدكتور فهد، ان احنا نقدر نطلع بالمنتج ده كله. المنتج ده كله في الاخر هيعم على مصر وعلى شباب مصر وعلى رياضيين مصر. ان شاء الله هنبدا على طول من السنه دي اللي هو جامعه الطفل. ده حدث كبير جدا، اول مره ينشا في العالم كله ان تبقى جامعه طفل خاصه بالبرلمبي، طبعا بالتعاون مع اللجنه البرلمبيه اللي احنا بنعمل دلوقتي ازاي نقدر نأهله. احنا كانت الدورات كلها بتعمل للاسوياء فقط، انما ذوي الاحتياجات كانوا محتاجين انك تأهله كمدرب، محتاج انك تأهله كاداري. فعلا بدانا نشتغل على الموضوع ده، وان شاء الله هيطلع من النقابه برلمبي في كل الالعاب مؤهل ويقدر فعلا يشتغل في المجال التدريب او يشتغل في مجال الاداره. ده من ضمن اللي احنا بنطرحه. طبعا قناه مصر الرياضيه ده هتعبر عن الرياضيين بصدق، وهندخل للرياضي وهنروح لغايه بيته وهنعرف مشاكله ايه وايه اللي عايزه وايه اللي محتاجه. وطبعا كل ده بيتم تحت رعايه القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فعلا لا يبخل على الرياضيين باي شيء، اللي ان شاء الله هنوصل لمستوى افضل واحسن كتير جدا بنتمناه كلنا المصريين. احنا النهارده على هامش المؤتمر عندنا 7 ايفنتات كلهم اهم من بعض، بس الايفنت الاكثر شيوعا يعني او اللي هو فيه اكثر من جهه مرتبطه برعايه النقابه العامه للمهن الرياضيه بالتعاون مع بيت الخبره العلميه في المجال الرياضي اللي هي لجنه القطاع ووزاره الشباب والرياضه، عاملين بحث قومي على مستوى جمهوريه مصر العربيه مشتركه فيه كل كليات التربيه الرياضيه. بنعمل مشروع عن اختبارات كليه التربيه الرياضيه، وبنعمل خريطه حراريه لجميع الاختبارات اللي بيقوم بيها جوه الاختبارات التربيه الرياضيه والقوام والشخصي وكل الجوانب اللي بيتم في الاختبارات. ده ضمن استراتيجيه الرياضه المصريه اللي بترعاها الدوله المصريه. واحنا على مدار حوالي 3 أسابيع او اكثر، حوالي شهر من ساعه ما بدا القرار باتخاذ فكره البحث القومي، واحنا على تواصل مستمر، غرفه عمليات مستمره 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع لمده الشهر كامل، غرفه عمليات كامله على تواصل تام مع منسقي ومدخلي البيانات داخل كليات التربيه الرياضيه على مستوى الجمهوريه، وباشراف كامل من عمداء الكليات طبعا بنحب نشكرهم على دعمهم التام لاكبر حدث جمع كليات التربيه الرياضيه، تجمع غير مسبوق، وان شاء الله النتائج تكون يعني لها مردود على المجتمع المصري للنهوض بالرياضه ووضع الرياضه في مكانها الصحيح وتاثيرها القوي على النشء جيل المستقبل ان شاء الله. يعني مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي. اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي. اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايله في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايله في همومنا على
حيوان